انا هنا ما بتكلمش على اني هكتب معلومه عليها، انا إمم. هتكلم على انا عملت ايه. دايما لما باجي اكتب السي في، في فرق آه. ما بين انا اشتغلت في ايه وانا إمم. عملت ايه. لو إمم. الشركه مش معروفه هحتاج اكتب الاثنين. آه. آه. هنا مكتوب انت اشتغلتي في ايه، ولكن يعني مثلا لما نيجي نقول supporting Microsoft Graph API، اولا الجمله دهيت كان جو all the way من اول شخص كان بيجيب القهوه للمهندسين لحد الشخص اللي اخترع الجراف اي بي اي. ده السبيكترم بتاع الجمله دي. معناها ايه؟ ممكن تبدا من هنا وتنتهي هنا، فالسبيكترم واسع قوي. حلو. تمام. وتاني حاجه، انا ما اعرفش اصلا الجراف اي بي اي تيم دوت مثلا هل هو 10 اشخاص وبالتالي انت واحد من 10 منه، ولا 1000 شخص. فعشان الفكره ان انا ما اقعدش اتساءل الاسئله دهيت اللي هي هتبقى على اغلب الاحيان لما انا هقعد اتساءلها، اول ما هبتدي اتساءل الاسئله دهيت غالبا هحط السي في في الاخر. فانا يفضل ان انا اقول انت مثلا اشتغلتي في سبورت جراف اي بي اي نفس اللي عملناه في الباراجراف الاولاني، بس مور إمم. سبيسيفايد. بقى هنا انا في الجراف اي بي اي عملت واحد اتنين تلاته إمم. أربعة خمسة أو اتنين، تنقي من تلات لخمس حاجات. أنت يا إما كنت شخص محوري فيهم، يا إما أنت إمم. عملتيهم، أو أنت اللي عملت لهم برودكشن. اللي هو إمم. في حاجة ما كانتش موجودة، أنا دخلت في المعادلة دهيت بقت موجودة، فأنا إمم. عملت ده. حلو. إمم. ده بالنسبة لقصة لما أجي أديسكرايب البروجكت. لما أجي نتكلم على الريسبونسبيلتيز والكي أكومبلشمنت، القصة هنا لما أتكلم على الريسبونسبيلتي لازم أتكلم عليها من وجهة نظر الأونر شيب. يعني أنا مثلا ممكن أكتب ريسبونسبيلتيز بتاعتي في جوجل إن أنا الحته دي خطيره قوي يا مشرف، اسمح لي اعلق، اللي هي فكره اتفضل. اللي هو اللي هي بيتكلم مشرف هنا ان انا كلمه responsibility مش معناها انت بتعمل ايه، لا انت مسؤول عن ايه، و... و... يعني ايه مسؤوليتك، الاونر شيب بتاعتك. فالحته دي خطيره جدا.